اذا عندك عرضه خطوبه ولا اي مناسبه وحابه ديري ديسير بنين اقتصادي وبارد ما يشدش اليد وليه يوجد، نقدم لك هذه الوصفه اللي ما تندميش عليها اذا جربتيها. باربع مكونات موجودين في كل بيت حضري هذه الوصفه اللذيذه والسهله. تفضلي معايا تشوفي الطريقه. أول مرحلة عندي هنايا لتر حليب سائل، زدت عليه 4 ملاعق كبيرة من المايزينا ولا نشاء الذرة وخلطهم جيدا بالفوي بهذه الطريقة. المرحلة الثانية جبت هنايا طنجرة، من الأحسن تكون ثقيلة باش ما يتحرقش السكر، درت فيها 5 مغارف كبار يعني 5 ملاعق كبيرة سكر عادي، وشعلت على النار. وهنايا النار لازم تكون هادية تماما يعني قليلة. كي بدا يذوب السكر خلطوه هكذا بلا سباتول ولا بالملعقة الخشبية كما راكم تشوفوا حتى يذوب كامل. هنايا بعد ما ذاب كامل السكر زدت عليه ملعقة كبيرة من المارغرين وخلطهم مليح حتى تذوب. في هذه المرحلة نجيب هذاك الحليب اللي زدت عليه المايزينا ونبدأ نفرغه بشوية على هذاك الكراميل، وهنايا لازم نحركه مليح بهذه الطريقة خاصة كي نفرغوا الكمية الأولى. هنايا فرغت كامل الكمية اللي عندي وبقيت نخلط فيه بالفوي على نار تكون متوسطة حتى تحصلت على هذه الكريمة. وهنايا لكم الاختيار، تقدروا تخلوها بذوق الكراميل فقط، تعمروا ليفيرين تاعكم وتزينوهم، ولا ديروا كما درت انايا يعني نقصت كمية من الكريمة كما راكم تشوفوا وزدت عليها كمية من الشوكولا السوداء وخلطها مليح حتى تذوب هذيك الشوكولا وتحصلت على كريمة بذوق الشوكولا. جبت ليفيرين تاعي، درت كريمة الكراميل كطبقة أولى ودخلتها مدة 5 دقائق للمجمد باش تشد روحها، من بعد زدت عليها كريمة الشوكولا كطبقة ثانية كما راكم تشوفوا. وملاحظة في هذوك 5 دقائق اللي حطيت فيهم ليفيرين في الثلاجة لازم مرة على مرة نخلط كريمة الشوكولا باش ما تشدش روحها، يعني لازم نخلطوها بالفوي فقط. والتزيين درت شويه شوكولا رابي، خلطت بين الشوكولا بالحليب والشوكولا البيضاء، وهذا هو الشكل تاعهم سامبل وشباب. وبالنسبه للبنه صدقوني هايله، سورتو كي تخلوها تبرد مليح في الثلاجه الذوق تاعها يجي كيما بنينه. وهنايا بالنسبه للكميه اللي تحصلت عليها يعني تحصلت على 5 كؤوس ولا 5 فيرين كيما راكم تشوفوا. واذا حبيتوا كميه كبيره ديروا دي فيرين يكونوا صغار شويه على هادو، ولا تقدروا تضاعفوا المقادير باش تحصلوا على كميه اكبر. وفي الاخير اذا عجبتكم الوصفه ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناه وتخلوا لي جيم وتعليق تحت الفيديو. مع السلامه.